بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة يا جماعة الكلام غير. النهاردة معايا أجمل شيش طاووق هتعتمديه في اليوتيوب كله. بصراحة معايا شيش طاووق روعة. لازم تعتمدي التتبيلة دي. تعالي نشوف هنعمل ايه. الاسياخ معايا هنا بنبلها فيه شوية مية، بننقعها كده عشان ما تتحرقش طبعا. ومعايا هنا كيلو من اوراق الفراخ. عايزة صدور ماشي، عايزة اوراق ماشي، بس احنا بنحب الاوراق بتبقى جوسي اكتر. معايا هنا معلقة كبيرة من المستردة، معلقة كبيرة من الصلصة، ربع فنجان من صويا صوص، وربع فنجان من الزيت، وربع فنجان من الخل. خليكي ماشية معايا واحدة واحدة، التتبيلة دي روعة. ومعايا على الكيلو كوباية زبادي صغيرة مش كبيرة. خلاص كده. نشوف بقى التوابل اللي هنحطها. معايا ملح وفلفل، بابريكا، جنزبيل، كزبرة، توم باودر وبصل باودر. ملح وفلفل، بابريكا، جنزبيل، كزبرة، توم باودر وبصل باودر. الكلام ده انا عايزاه يتقلب كويس جدا، ياخد من بعضه كده ويتقلب تمام، ما يبقاش فيه اي تكتلات زي ما احنا شايفين كده. امشي معايا خطوة خطوة، هتاخدي اجمل شيش طاووق دقتيه في حياتك. بننزل بقى بالشيش طاووق بتاعنا حبة حبة على التتبيلة، ونقلبه كويس بحيث ان التتبيلة تبقى مالية كل الشيش طاووق وطايلة الفراخ كلها. زي ما انت شايفة كده، تحطي شوية وتقلبي وشوية وتقلبي. خلاص كده تمام. وزي ما قلنا، عايزة صدور ماشي، عايزة خليط من الصدور والأوراق ماشي، زي ما انت عايزة، ما فيهاش أي مشكلة. بتديكي مع التتبيلة دي نفس النتيجة. خلاص كده التتبيلة والشيش طاووق اتقلبوا مع بعض كده ومظبوطين واخر جمال زي ما احنا شايفين كده تمام. هنسيب بقى التتبيلة ديت مش أقل من ساعتين، لو بتبات من بالليل للصبح يبقى أفضل. هنبتدي نوضب الخضار بتاع الشيش طاووق اللي هنحطه في الأسياخ. أي خضار موجود عندك. أنا عندي بصل وفلفل ألوان أحمر وطماطم، قطعتهم مكعبات كده زي ما انت شايفة. عايزة فلفل أخضر ماشي، فلفل أصفر ماشي، اللي موجود عندك، ما توقفيش نفسك. خلاص كده. والشيش طاووق عندي اتبل. حضرت هنا صواني، وحضرت الاسياخ طبعا هنحضرها مع بعض اهو. بنرصها زي ما انتم شايفين كده، الشيش الاول، الفراخ الاول، وبعدين جزء من الخضار، وبعدين فراخ تاني وجزء من الخضار. انا عامله ليه الصواني دي يا جماعه؟ انا هحط عليها السيخ، اعلقه على السن بتاعها، لان انا ما عنديش جريل. ده بديل الجريل، بتدخليها الفرن كده بتديكي نفس النتيجه، بتبقى حلوه جدا، بتبقى حلوه جدا. البديل موجود فبنتصرف كده. انا عملت اول واحد. تعالوا نشوف بقى هنحطه ازاي على الصينيه دي. ولا شبكة ولا حاجة، بس انتي بتجيبي صينية على قد السيخ بتاع الشيش، بنعلقه كده على وش الصينية بدون اي تعب ولا اي مجهود زي ما انت شايفة. تعالوا نعمل واحد تاني، واحد كمان. تتبيلة يا جماعة ريحتها روعة، لسه ما دخلش فرن ولا نار ولا اي حاجة، بس البهارات والحاجة ريحتها في منتهى الجمال. حطي بقى واحدة واحدة كده الخضار بتاعك، ورصي السيخ كويس واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. امشي معايا بالخطوات، هتاخدي شيش طاووق ولا اكبر المطاعم والله. كمان لما بيدخل الفرن بيديكي نتيجة حلوة جدا، يمكن اجمل كمان من الجريل والله. بيبقى جميل قوي في الفرن ومش بياخد سوا كتير. اعمل معاكم واحد كمان بكل سهولة. حبايبي البنوتات اللي لسه بيتعلموا الطبخ، ده من الاصناف السهله جدا. يعني ممكن انت تقفي في المطبخ تعمليه في منتهى السهوله، وبيبقى جميل جدا، بيبقى جميل وسهل خالص لاي حد بيعمله، ومناسب للحر اللي احنا فيه ده. هو صنف اكل خفيف مش تقيل، مش بيحرر ولا الكلام ده كله، فحلو وجميل. وهنخلص الكمية وارجع لكم تاني. خلاص كده خلصت كمية الاسياخ كلها.
اسخن الفرن على درجة حرارة 200 واحطه في الفرن. خلاص كده تمام. على بال ما الشيش طاووق بتاعنا يستوي بكون محضرة بقى حلة كده حلوة اعمل فيها المكرونة بتاعتي. معايا بصلة واحدة بس متوسطة مبشورة ناعم على المبشرة، واول البصلة دي ما تاخد لون يعني تبقى اصفر او مايلة للبني شوية بنزل بالصلصة بتاعتي. تشكشك الصلصة كده وتبقى حلوة ببتدي انزل بكوباية من المية اخفف الصلصة عشان تبقى جوسي وجاهزة للمكرونة. كده تمام. معايا ملح وفلفل بس على صلصة المكرونة، ما بحطش اي حاجة تانية. كده تمام. خلاص كده غليت بنزل بالمكرونة بتاعتي. انا عاملة هنا مكرونة مقصوصة، انتي براحتك تعملي اي نوع انتي حباه. انا الولاد هنا بيحبوها فعملتها مقصوصة. وبنقلب الصلصة كده، شايفين شكلها جميل ازاي ولا بقى ريحتها وطعمها كمان. الشيش طاووق طلع من الفرن روعة اكتر من روعة. شايفين يا جماعة سواه في منتهى الجمال، لونه تحفة، والمكرونة كمان حلوة قوي، وعملنا بقى شوية سلطات جنبيه. شايفين بقى جوسي ازاي طالع سواه مظبوط. ادوني بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتحياتي ليكم، ولازم تعتمدوا الوصفة دي معايا.